أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. مجلس الأمن يقرر تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، ويؤكد مرة أخرى على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. الولايات المتحدة الأمريكية تجدد بمجلس الأمن تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل جاد وذي مصداقية وواقعي للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وزير الخارجية الإيطالي يشيد بالدور المحوري للمغرب في استقرار الفضاء المتوسطي. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين بحسب الجيش الكوري الجنوبي. السفارة الأمريكية في جنوب إفريقيا تحذر من وقوع هجوم على تجمعات في جوهانسبورغ. مجلس الأمن يقرر تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، ويؤكد مرة أخرى على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية. والولايات المتحدة الأمريكية تجدد بمجلس الأمن تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل جاد وذي مصداقية وواقعي للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ريشي سوناك بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة. وجاء في برقية جلالة الملك: يسرني بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة إثر انتخابكم زعيما لحزب المحافظين أن أبعث إلى معاليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامكم السامية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب البريطاني الصديق من مزيد التقدم والرفاه. وأضاف جلالته في هاته البرقية: وأغتنم هاته المناسبة لأعرب لكم عن تقديري لما يجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية من علاقات متميزة سمتها الصداقة الراسخة والتعاون المثمر، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا معكم من أجل تعزيز الشراكة القائمة بينهما. من نيويورك. جاء في نص القرار 2654 الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية أن مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 من أكتوبر 2023. وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه في مقابل امتناع 2 عن التصويت. وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كأساس يتسم بالجدية والمصداقية كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن. ومن جانب آخر، جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق. وفي نفس السياق، أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمس بأن المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023. الوزارة أبرزت في بلاغ لها عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية أن تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الملف خلال السنوات الماضية. جددت الولايات المتحدة الأمريكية أمس بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل جاد وذي مصداقية وواقعية للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقال السفير جيفري دي لورينيتس في كلمة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار 2654 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 من أكتوبر 2023: سنواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعية.
والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القرار الجديد لمجلس الأمن يعزز مكتسبات المغرب بشأن صحرائها. القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يكرس بشكل لا رجعة فيه سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. هذا ما أكده السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 من أكتوبر 2023. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أبرز في هذا الإطار أن مجلس الأمن يعزز دعم المنتظم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، والذي تجلى من خلال عبارات التأييد القوي والواضح والرسمي للمبادرة المغربية من طرف أزيد من 90 بلدا، وكذا افتتاح 30 بلدا لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة في تأكيد على مغربية الصحراء. نختم بالخبر الدولي، حيث نشرت السفارة الأمريكية في جنوب إفريقيا تحذيرا من خطر وقوع هجوم نهاية الأسبوع على تجمعات كبيرة في شمال جوهانسبورغ. وقالت السفارة عبر موقعها: تلقت الحكومة الأمريكية معلومات تشير إلى أن إرهابيين قد يخططون لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة في محيط ساند تاون، وهي ضاحية ثرية شمال وسط المدينة التاريخية.